الالغوريثم فحال والو غتكون سمعتي هذا المصطلح بزاف، وفي هذه الدوره كاين واحد المحور كامل خاص غير بلي زالغوريثم ديال يوتيوب. ولكن بغيتك غير تعرف شنو زعما لي زالغوريثم وباللي راه كاينه شي حاجه سميتها لي زالغوريثم. دابا يوتيوب دايره فحال واحد السوق كبير وكيدخلوا له الملايين كل نهار. يوتيوب واحد البلاتفورم اللي فيها واحد العدد كبير من الزوار، ولكن في نفس الوقت فيها واحد العدد كبير ديال الفيديوهات. راه كل دقيقه الاف الناس كيحطوا الفيديوهات ديالهم، وكل ثانيه الاف الناس كيدخلوا اليوتيوب باش يتفرجوا. هاد الناس اللي كيدخلوا كيتقسموا على جوج انواع. النوع الاول هو النوع اللي كيدخل وهو عارف اش باغي، مثلا مرا داخله باش تتفرج في كيفاش طيب الطاجين، دري داخل باش يتفرج في كيفاش تريني مثلا. هاد النوع الاول كيمشي للغوشيرش وكيقلب وكيخرجوا له احسن الناس في داك الدومين اللي قلب فيه وصافي كيتفرج عادي. اجي لينا دابا النوع الثاني وهو اللي كتير وبزاف، وهو كيدخل باش يدوز الوقت، كيدخل حيت ما كاين ما يدار. هاد النوع كيبقى هابط كتبان له شي حاجه انتريسي كيدخل ليها. دابا شكون اللي كيتحكم في الفيديوهات اللي غيبانوا له واللي ما غيبانولوش؟ الجواب هو الروبو ديال يوتيوب. ودابا اسمع مزيان، الروبو ديال يوتيوب هو من بين اذكى الروبويات اللي تصنعوا في التاريخ، والدور ديالو الاساسي في هذه الحياه هو يخلي الانسان اللي كيدخل اليوتيوب يدوز اكبر قدر ممكن من الوقت في البلاتفورم. وباش يوقع هادشي فهو كيريكوموندي، يعني كيقترح، كيبين الفيديو المناسب للشخص المناسب. مثلا انت دري دخلتي اليوتيوب، ما غاديش يبين ليك فيديو ديال كيفاش دير ماكياج، غيبين ليك فيديو مثلا ديال الجيمنج ولا ديال شي حاجه فحال هكا. ولكن الفيديو اللي غيبينوا لك خاصو يكون فيديو زوين، خاصو يكون فيديو يستحق المشاهده. سطر لي على هذه الجمله وبقى عاقل عليها واحد شويه وغنرجعوا لها. دابا هذا الروبو كيفاش كيفكر، الطريقه اللي كيخدم بها، الطريقه اللي مبروغرامي بها هي لي زالغوريثم. لي زالغوريثم هما القواعد اللي مبني عليهم التفكير د هذا الروبو. يعني مثلا انت ولا انت حطيتي فيديو ديالك في يوتيوب، فاش غيوقع هنا؟ راه ماشي صافي غتحط الفيديو وصافي فوالا، لا، الفيديو ديالك كيدوز على الروبو. الروبو اش كيدير؟ كيشوفو مزيان، كيتفرج فيه مزيان وكيبدا كيحلل فيه. كيشوف الصوره واش مزيانه، كيشوف المونتاج الا كنتي دايرو كيفاش داير، كيشوف الصوت واش واضح ولا لا، وكيشوف الموضوع ديال الفيديو، كيشوف لمن داك الفيديو مصايب، وكيشوف واش كاينه شي موسيقى في الفيديو ولا لا، زائد كيشوف واش الفيديو مخالف للقوانين ولا لا. بمعنى اخر كيشوف واش الفيديو زوين ولا لا. راه الفيديو ديالك اللي كتحطو راه قبل ما يشوفوه الناس كيشوفوه الروبو، وبناء على الخوارزميات، بناء على لي زالغوريثم، كيقيم داك الفيديو، كيحدد واش داك الفيديو يستحق المشاهده ولا لا. الا عجبو الفيديو كيشدو كيبينوا لواحد العدد قليل د الناس، يعني كيبينوا لواحد 50 60 واحد باش يشوفوه، وتما كيشوف شحال من واحد غيكليك على الفيديو، واش بنادم غيبقى يتفرج لواحد المده طويله ولا لا. وتما الى لقى بلي الفيديو عجب الناس كيزيد يبينو اكثر وهكذا. طبعا هنا كنهضر على الناس اللي يلاه بادين، اما الا كانوا داجا عندك متابعين فنيشان كيبين الفيديو ديالك للمتابعين وكيحكم بناء عليهم. اما انت ولا انت يلاه بادي فراه الروبو كيعتمد على لي زالغوريثم ديالو باش يشوف واش الفيديو ديالك زوين ولا لا. اذا اللي باغي نوصل لك من هادشي كامل هو انك اول واحد خاصك تحاول تنال الاعجاب ديالو هو الروبو ديال يوتيوب. كنشوف بزاف كيقولوا انا كندير محتوى زوين ولكن حتى واحد ما كيتفرج فيا، ولا محتوى زوين، ولكن راه خاصك بعد تنال الاعجاب ديال الروبو باش يوريك. الروبو عنده قواعد خدام بهم باش كيدير تقييم الفيديو ديالك، كيفاش كيدير وكيفاش تعجبو وشنو هما هاد القواعد. هادشي غنشوفوه من بعد في المحور ديال لي زالغوريثم. اما دابا اللي بغيتك تخلي في بالك هو انه كاين واحد الحاجه سميتها الروبو، وهادشي علاش قلت لك قبيله باللي خاصكش تصيفط الفيديوهات لصحابك وداكشي، حيت ملي كتبارطاجي الفيديو مع صحابك اول حاجه بعدا هما كيكذبوا عليك، ما كيعطيوكش الراي الحقيقي ديالهم، وثانيا كتخربق الروبو. ويقدر مثلا صاحبك يدخل وفي البلاصه يخرج وما يتسوقش، وهادشي كيزيد يرون الروبو اكثر. اذا باختصار عجب الروبو، والروبو غيبين الفيديو ديالك للناس. الا عجب الفيديو الناس غيجي يبينك اكثر، وهنا ها انت طلعتي ما تصيفط لحد ما والو، بقى هكا. من بعد واحد 4 ولا 5 الفيديوهات اللي مخدومين بطريقه نقيه يوتيوب غتبدا تصيفط ليك لافي سدات ماذا.